دقيقة. الفعل نفسه الأكل يساوي تمرد على الوصية. الكلام بعد السقوط تذمر، تبرير، سقوط أو إسقاط اللقمة على الآخرين. لو عايز العمق الحقيقي اللي يفرق، المشكلة مش في إنه غلط، المشكلة في طريقة تعامله مع الغلط. آدم ما قالش أنا أخطأت، قال غيري السبب. وهنا الفرق بين قلب بيضعف ويتوب وقلب بيضعف ويبرر. ببساطة جدا آدم ما كانش بس متذمر ولا مزمر ولا بس متمرد، هو كان متمرد بالفعل ومزمر في التبرير. فأنا عايز أربط الكلام اللي قلناه ده كله مع قورح وبعض الشخصيات في الكتاب المقدس اللي اتمردوا واتذمروا، زي شعب إسرائيل بعد خروجهم من أرض مصر، زي يهوذا وبطرس، زي داوود. الكلام ده هنعرفه من خلال سلسلة مع بعض في أجزاء. الجزء الأول وبعد كده هنكمل، هنخلص الجزء الأول ونخش في الجزء الثاني، بس نقول الجزء الأول من الجنة للبرية. لما الخوف يلبس صوت التذمر. أول صرخة تذمر في تاريخ الإنسان ما كانتش في الشارع، كانت في الجنة. آدم واقف قدام ربنا، مش منهار من الخطية لكن منهار من المواجهة. بدل ما يقول أنا غلطت، قال المرأة التي أعطيتني. سفر التكوين. الجملة شكلها دفاع لكن حقيقتها اتهام. مش بس بيبعد عن المسؤولية، ده بيجرب الاتهام ناحية ربنا نفسه. وهنا بنشوف أول بذرة خطيرة. الخوف لما يدخل القلب يطلع من الفم على هيئة تذمر. آدم خاف من العقاب، خاف من الفقد، من الانكشاف، فحاول يحمي نفسه بالكلام، لكن بدل ما يحمي نفسه كشف قلبه. المشهد ده ما انتهاش في الجنة، ده اتكرر بشكل أوسع وأعلى صوتا مع شعب كامل. شعب خرج بإيد ربنا من العبودية وشاف معجزات بعينه، لكن أول ما تجوب راسهم قالوا يا ريتنا متنا في مصر. سفر الخروج. مشهد غريب طبعا. ناس كانت بتصرخ من العبودية ولما خرجت منها بدأت تشتاق ليها. ليه؟ لأن الخوف من المستقبل أحيانا بيخلي الماضي حتى لو كان مؤلم كأنه آمن. خلي بالك من النقطة دي كويس. التذمر هنا ما كانش كسل ولا دلع، كان خوف متخفي. خايفين من الجوع، خايفين من العطش، خايفين من بكرة، خايفين يفشلوا في الحياة الجديدة. بس بدل ما يقولوا احنا مرعوبين قالوا انت يا رب السبب. المشكلة ان الخوف لما يتكتم بيتحول لتذمر. يتذمر من الظروف، الانسان بيتذمر من الظروف، يتذمر من الناس، وفي الاخر يتذمر من ربنا. ويبدأ يقول لو ربنا عايز لي الخير كان اداني، ربنا واقف ضدي، ربنا مش عايز سعادتي. بس الحقيقة المؤلمة شوية هو مش شايف ربنا